أنا هادّي نصيحة للإدارة. أنتم تعبتوا واجتهدتوا لحد ما وصلتوا إن الأهلي بقى براند، إن الأهلي هو هدف كل واحد نِفْسه يوصل له، بقى هو الحلم اللي لو وصل له يتحقق. وهنا الثغرة، اللاعب لمّا بيوصل للأهلي حقق حلمه، بعد كده إيه؟ ده السؤال اللي لازم الإدارة تجاوب عليه. أنا كلاعب في النادي الأهلي، وصلت للنادي الأهلي، المفروض إيه؟ أعمل إيه؟ إيه الnext step بتاعتي وإيه الحلم بتاعي؟ لو بطلنا نحلم، طول ما الإنسان ما عندهوش هدف ولا عنده طموح ولا عنده رؤية ولا عنده vision، هتبقى هي دي أرقامه وهتبقى هي دي إنتاجيته، وهنشيل اللعيبة بس. أنا آسف، إدارة الأهلي كمان بقت مقسومة نوعين، نوع برضه شبع وخلاص، ما بقاش عنده رؤية ولا عنده هدف، هو عنده حاجة واحدة بس، عايز يسلم الراية للي بعديه وتنتهي مرحلته بسلام. ونوع تاني جوه الإدارة عنده رؤية وعنده قرار وعايز يغير، بس خايف ده يكون قراره أو رؤيته ضد الإدارة وهيترتب عليها إن هو هيمشي أو هيبقى وحش، لأن الإدارة ما بتقبلش صوتين، إدارة الأهلي صوت واحد، وده غلط. يبقى اللي خايف على مكانه ومش خايف على الأهلي ملوش مكان فيها، واللي حقق طموحه ومش شايف مستقبله برضه ملوش مكان فيها، واللي عايز يسلم الراية وشايف ان هو وصل للتوب، شكرا، سلمها بسرعة وكفاية قوي كده. ولو صلحنا دول احنا كأننا دوسنا على زرار ريستارت للأهلي، الأهلي هيرجع تاني وهيرجع أقوى من الأول. ودي دماغي، دماغ ثعلب. لو عجبك المحتوى لايك وشير واشتراك عشان الفيديو اللي جاي. مع السلامة.